اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون القناه في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من اجل مصر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. كل سنه ومصر بخير يا رب، وكل سنه والاعياد والافراح دايما على مصر الحبيبه. الامن والامان طبعا عنوان مصر، الامن والامان عنوان جمهورية مصر العربية. بنشكر كل رجال الشرطة، كل رجال الجيش المصري، كل رجال الدولة المصرية على طبعا الأفراح والأعياد والأمن والأمان اللي طبعا بيعم على جمهورية مصر العربية بصفة عامة. النهاردة في برنامجنا من أجل مصر، وأولى حلقاتنا طبعا بعد شهر رمضان الكريم، بنقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله أيام خير علينا كلنا. من أجل مصر زي ما عودناكم بنتكلم عن التنمية، بنتكلم عن المشروعات القومية، بنتكلم عن كل ما هو جديد داخل إقليم القناة وسيناء ومحافظة الشرقية، من منظور علمي، من منظور عملي. بنستضيف كل الناس العمليين، المزارعين، طبعا الصناعيين، الناس اللي شغالة في الصناعة، وبنستضيف أيضا أساتذة الجامعة، وبنستضيف رجال المجتمع، وبنستضيف كل الناس اللي بتتكلم عن تنمية بأوجه مختلفة. النهاردة من أجل مصر هنتكلم على موضوع التعليم التكنولوجي والتنمية الحقيقية في مصرنا الحبيبة، ولكن بعد الفاصل. من أجل مصر خليكم معانا، ما تروحوش بعيد. ادي بلدنا وادي الرجاله جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين. ادي الارض وادي الرجاله واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب وحلفنا يمين. حلفونا حلفونا عالامانه اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا. حلفونا حلفونا عالامانه اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط في سينا. بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه اهلا بالموت. قد الدنيا في ايد بعضنا ماسكين، ومع الحق وقفنا ومش ساكتين. ام الدنيا ووعد الحر ده دين، تفضلي حرة يا مصر اليوم الدين. حلفونا حلفونا عالأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا. حلفونا حلفونا عالأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط في سينا. احنا تاريخنا في كل كتاب مكتوب، عمر المصري ما خاف ولا بات مغلوب. قول يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول، احنا شداد على ايدنا الشدة تزول. جيل بيورث جيل جدعانة وصول، ارضي هتفضل ارضي ده باب مقفول. حلفونا حلفونا عالأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا. حلفونا حلفونا عالأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط في سينا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام من أجل مصر، كل سنة وحضراتكم طيبين. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن التعليم التكنولوجي وأهميته
ومتطلبات التنمية والعمل الدائم لهذا أو لهذه البحث العلمي الهام. والتعليم التكنولوجي أصبح ضرورة حتمية في كل حاجة دلوقتي، وأصبحنا دلوقتي على أعتاب تغيرات جديدة كل يوم بتحصل في العالم، فلازم يكون عندنا طالب، عندنا خريج قادر على مواجهة هذه التغيرات تحت أي بقى ضغوطات، تحت أي مسمى. المهم يكون عندنا حد قادر على مواجهة التغيرات السريعة اللي بتحدث في العالم. طبعا التكنولوجيا والسوشيال ميديا والحاجات دي بتوصلك ولأبعد الأماكن في أقل وقت ممكن. الخبر ممكن يكون في مكان بعيد جدا يوصلك في نفس اللحظة ونفس التو، ممكن أنت تبعت حاجة توصلك برضو أو توصل المكان التاني في لحظة. فالعالم في تغيرات، العالم في تطورات حديثة جدا جدا جدا. لازم يكون عندنا خريج زي ما قلنا لحضراتكم قادر على مواجهة هذه التغيرات والتحديات اللي بتحدث في العالم كله. كل ده بيؤدي إلى تنمية طبعا مهارات كتير، تنمية مشروعات كتير، تنمية مستدامة، ازدهار للاقتصاد المصري، توفير فرص عمل، حتى يكون عقلك قادر ان هو يستوعب اي حاجة بتحدث في العالم الخارجي. النهاردة في حلقتنا ودور التعليم التكنولوجي في الدولة المصرية هيكون ضيفنا الكريم النهاردة الأستاذ الدكتور خالد محمد محروس، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والدجيني بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، وأستاذ رعاية الدواجن والنعام، والعميد السابق لكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق. أهلا بك يا دكتور خالد. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل مشاهدينا الكرام. كل سنة وحضرتك كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد علينا جميعا، على كل مصر كلها يا رب بإذن الله. وكل تهنئه لقياده مصر وشعب مصر الاصيل بمناسبه العيد الكريم والعيد الجميل. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا كلنا. ربنا يا رب يخلي البلد دايما في تقدم وتقدم لاحسن ما يمكن يا رب. بإذن الله يديم الأفراح والأعياد دايما يا على رب مصرنا الحبيبة بإذن الله. عايزين نعرف من حضرتك ايه هو التعليم التكنولوجي، يعني كلمة برضو الناس ممكن ما يكونش عارفاها كتير، فعايزين نتعرف من حضرتك على مفهوم التعليم التكنولوجي. الحقيقة التعليم التكنولوجي ده أحد المسارات التعليمية الحديثة اللي بدأت القيادة السياسية في مصر والدولة توليها اهتمام كبير جدا جدا. طيب احنا عندنا في مصر في دلوقتي تقدم كبير، عن مشاريع عملاقة بتتعمل، في عندنا طرق بتتنفذ، في عندنا محطة ضبعة نووية، في عندنا حاجات كتير قوي، القطر الكهربائي، عندنا ال LRT العاصمة الإدارية. هل التقدم اللي بيحصل ده وهل التطور اللي بيحصل ده هيعتمد على خريج الفترة السابقة، ولا لازم يكون عنده خريج مواكب للعصر، مواكب للتكنولوجيا الحديثة واستخداماتها؟ هنا كان لابد الدولة توجه اهتمام كبير للتعليم، وخاصة التعليم التكنولوجي. طب يعني ايه تعليم تكنولوجي؟ ببساطة جديدة خالص عشان المواطن البسيط معانا يعرف، التعليم التطبيقي. يعني أنا دلوقتي معايا الموبايل ده، أقدر أخرج طالب يقدر يفك الموبايل ده ويركبه ويحلله ويقدر إن هو ينتج لي موبايل عشان إن هو يبقى إيه. عندي أنا ناس بتنتج، عندي في صناعة وطنية، الدولة بتتجه لتوطين الصناعة دلوقتي، لتوطين التكنولوجيا. إذا لابد يبقى في عندي طالب أو خريج من الجامعة أو من المدارس الفنية أو التكنولوجية أو التطبيقية يقدر يتعامل مع التكنولوجيا دي، يقدر يواجه احتياجات الصناعة. دلوقتي في الدولة عاملة شغل كبير جدا في قطاع الصناعة، بدأت مصانع كتير جدا تشتغل بكثافة عالية جدا. طيب الناس دي عاوزة عمالة عندها مهارة، عاوز واحد خريج مدرسة ثانوي تطبيقي، عاوز واحد خريج جامعة يكون تعليم تكنولوجي عشان يقدر يساعده في هذه الصناعة. لما بنيجي نروح المصانع ونودي الطلبة بتوعنا المصانع، احتياجات الناس يقول لك احنا عاوزين طالب يكون عارف يشتغل، عارف يكون مدرب قادر ان هو يشتغل. وبهذا الدولة بدأت دلوقتي تتجه، يقول لك بدل التعليم التقليدي ان هو قاعد الدكتور او المحاضر بيشرح في المحاضرة والطالب قاعد قدامه بيتلقى المعلومة في مكان واحد، لا ده انا اعمل دلوقتي تعليم تكنولوجي. ممكن الطالب يتلقى في المعمل، في ورش تدريب، في المصنع يروح المصنع ويتدرب. وده حتى عندنا في كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق عندنا الترم كامل، الترم الأولاني للمستوى الرابع لازم الطالب يقضي الترم ده في المزارع والشركات والمصانع. عملي يطبق عملي، ما بيخش محاضرات خالص. الترم ده بيعادل 4 محاضرات، 4 مواد، يعادل 4 مواد. يبقى الطالب بدل ما يدرس 4 مواد لا، يروح المصنع أو يروح المزرعة أو يروح الشركة أو يروح مركز البحوث، يتعلم ويتدرب بإيده على الأجهزة الموجودة،
يعرف ازاي ان هو لو احنا بنصنع مثلا مكرونه ولا زيت ولا اي حاجه، اي صناعات. يروح يتعلم ازاي بيشتغل. ولذلك الطالب بيجي لنا في نهايه الترم ويعمل لنا برزنتيشن على الشغل اللي اتدربه، ونشوف بقى بنساله بقى اسئله فنيه نعرف منه الطالب. وزائد ان احنا بنبعت زيارات طب ده اختياري ولا بيروح إجباري. في مكان؟ لا النوع المكان اللي هيروح سواء كان مصنع او مزرعه او غيره. لا ده اختياري يعني انتوا بتحددوا كذا حاجه والطالب يختار. مظبوط. اللي بيبقى عايز يبقى عندنا مثلا بارع في صناعه الدواجن يروح مزارع دواجن. مظبوط. اللي عايز يبقى عنده مصنع زيوت، مصنع مكرونه، مصنع سكر، الكلام ده تمام بنوديه المصنع اللي هو تبع القسم بتاعه. يعني عندنا اقسام في الكليه، مثلا قسم الصناعات الغذائيه والالبان، فبيروح مصانع متعلقه بهذا القسم. واحنا طبعا عملنا بروتوكول تعاون مع جمعيه المستثمرين في العاشر من رمضان، تمام. في فتره العماده، تمام. عشان نربط الطالب بالصناعه ده. ومش بس كده، لا الحمد عندنا طلبه متفوقين جدا جدا جدا. عندنا احد المصانع مره طالبه وهي بتتدرب في سنه رابعه حلت له مشكله وفرت عليه ملايين الجنيهات، لدرجه ان صاحب المصنع عينها وهي طالبه بمرتب كان ما شاء الكلام ده الله. من جميل. 3 سنوات، جميل. 10000 جنيه في الشهر من 3 سنوات. فتخيل لما تبقى طالبه وتعمل لك تحل لك مشكله بهذا الشكل. السنه دي عندنا جامعه الدلتا في طالب واخد جائزه عالميه، جامعه الدلتا التكنولوجيه، طالب واخد جائزه عالميه في مجال تخصصه. اذا عندنا كوادر حلوه، وعندنا فعلا تعليم تكنولوجي بدا يفتح المجال للناس انها تبدع وتبتكر وتنتج. وهذا هو الهدف الاساسي. حلوه ويعني عقليات فذه، بس محتاجه الاكتشاف، أكيد. محتاجه التوجيه، محتاجه الدعم. أكيد. اكيد هيظهر وهيبدع الطالب المصري في المجال اللي هو متخصص فيه، سواء كان زراعي او صناعي او غيره. اكيد. اقول لسعادتك احنا عندنا يعني دايما بضرب المثل، عندنا احنا دلوقتي عندنا الدوله دلوقتي متجهه لصناعه الهيدروجين الاخضر والطاقه الخضراء. تمام. لما يبقى طالب عندك في الكليه وينتج هيدروجين اخضر باستخدام الطاقه الشمسيه، وطبعا وجهناه للجهات المختصه وجهنا لقناه الرابعه عملت معاه لقاء، او القناه اللي عملت معاه لقاء. تخيل لما تبقى انت تهتم بهذا الطالب، تخيل يبقى في المستقبل عامل معاك ايه. احنا جينا برضو في مشاريع التخرج اللي الطلبه في الترم الثاني، ما انت رحت بقى اتدربت، تعالى بقى جبناه في الترم الثاني بدا يحل لنا بعض المشاكل في الكليه. جبنا الطلبه بتوع مثلا انتاج نباتي وخليناهم يزرعوا لنا حته مساحه جنينه في الكليه، ويوضبها ويعملها نموذج لمزرعه صغيره كده، بحيث ان هو يقدر ان هو يعتمد على نفسه. مش كده وبس، ده احنا جبنا كمان بتوع قسم الاراضي وقلنا لهم طب اعملوا لنا بقى توصيلات ميه تعتمد على التكنولوجيا الحديثه والري الحديث وتوفير المياه. فبدا دلوقتي الطالب نفسه بقى يفكر وبدا ينتج ويطلع ازاي ان هو يبدع في هذا الموضوع. جميل. طب ايه الفرق بقى بينه وبين التعليم الفني؟ يعني التعليم التكنولوجي والفني، انا شايف كده انت بتقول بنروحوا المزارع وبنروحوا المصانع، برضو بعض المدارس الفنيه بتودي الطلبه بتوعها اماكن العمل الفعليه. ايه الفرق بقى بين التعليم التكنولوجي والتعليم الفني يا دكتور خالد؟ الاثنين مكملين لبعض. المدارس الفنيه بيعتمد على الشغل العملي والورش مع الدروس النظريه اللي بياخدها في المدرسه، وفي الجامعه برضو بيعتمد على التدريبات العمليه بشكل اكثر كثافه من المدارس الفنيه. وفي نفس الوقت بجهز الطالب بالانشطه والمهارات والمعامل والورش اللي تساعده انه يبدع اكثر. وبالتالي انا بكمل التعليم اللي هو خده في المدارس الفنيه. انت ده مرحله معينه، لو انت عاوز تكمل معانا في التعليم التكنولوجي في الجامعه فاهلا وسهلا بيك، تقدر تكمل، تقدر تستزيد من معلوماتك، تقدر كمان تكمل دراسات عليا كمان في بعض الجامعات. وبالتالي الناس اللي عندها حب الابداع وحب التطوير وحب التفكير العلمي هنطور مهاراته بشكل اكتر. وبالتالي انا باخد الطالب معايا لمراحل متدرجه، اللي قادر يكمل معايا لاعلى مرحله اهلا وسهلا. وبالتالي ده هيعود علينا كلنا بالنمو والتنميه كمان، لان طبعا هاخد انسان قادر يفكر، قادر يبدع، راجل بيبدا يتعلم ازاي يفكر بطريقه علميه، بمنهج العلم في التفكير. وكمان لو عنده مشكله ازاي ان هو حاجه زي كده يقدر ان هو يصلحها او يحلها. فبالتالي انا باخد طالب يجمع ما بين العلم وما بين المهاره والمعرفه والحاجه اللي بيقدر يعملها بايده. تمام. المرحله الحاليه محتاجه، يعني بنشوف تطوير في كل حاجه زي ما حضرتك قلت، بنشوف عاصمه اداريه، بنشوف
قطار كهربي، بنشوف حتى مزارع حديثة على النظم الحديثة، بنشوف ابتكارات في كافة المجالات، سواء كان الصناعية أو المشروعات التنموية أو غيره. المرحلة الحالية وأهمية التعليم التكنولوجي لهذه المرحلة دكتور خالد، يعني هل أصبح حتمي ولا ممكن نستنى شوية ويجي براحته؟ لا خالص خالص خالص، حضرتك اصبح حتمي وضروره مهمه جدا. مم. احنا لما الدوله تعمل المشاريع العملاقه اللي احنا حضرتك اشرت اليها ديت، طيب مين اللي هيشغلها؟ مين اللي هيتعامل معاها؟ ما انا لازم اعد الكوادر الفنيه اللي تقدر تتعامل مع هذه المشروعات. احنا دلوقتي تمام. لما شفنا سياده الرئيس وهو بيفتتح مع رئيس روسيا، بيفتتحوا محطه الضبعه والحاجات اللي تمت فيها. طيب المهندسين اللي هناك، ما انت محتاج كليات تتعامل مع هذه التكنولوجيات. احنا للعلم عندنا في مصر حاليا 14 جامعه تكنولوجيه زائد 2 جامعه تكنولوجيه خاصه. يعني عندنا جامعتين تكنولوجيتين خاصتين موجودين في مصر، بالإضافة للمدارس التطبيقية. وكمان عندنا مصر بدأت تتوسع في المدارس دي، وصلت لحد 200 مدرسة. ده بيؤكد على أهمية الإسراع في التعليم التكنولوجي، مش إن أنا أأخره ولا أخليه لاحقا، لا، ده بالعكس، ده أنا محتاجه ومحتاجينه بأسرع ما يمكن كمان، علشان أقدر إن أنا أوفر هذه الكوادر واللي تقدر تنافس محليا وعالميا. ما أنت الطالب اللي هيتخرج ده هيشتغل عندك ويقدر يشتغل عندك، يشتغل في أي دولة عربية أو أجنبية وبالسعر اللي هو يحدده. تمام. ده كمان ده بيرفع من قيمة العامل المصري لما بيخرج يروح بره. أصبح دلوقتي الطلب عليه هيزيد، لأنه طبعا عنده عامل مدرب تكنولوجي يتعامل مع التكنولوجيا بأحدث ما يمكن من المعارف. انت كده بتعمل ربط بين التعليم والطالب وسوق العمل. اكيد اكيد طبعا. هو اساسا التعليم التكنولوجي معمول عشان اربط الطالب باحتياجات سوق العمل. المناهج الحديثه اللي انا بحطها في التعليم التكنولوجي مربوطه بسوق العمل. احنا عندنا دلوقتي في الجامعات التكنولوجيه اكثر من 50 برنامج موجود، رغم ان احنا عندنا دلوقتي ما زال 14 جامعه، الا انه الاتجاه انه يبقى فيه في كل محافظه جامعه واحده تكنولوجيه على الاقل، وفيها لا يقل عن 5 كليات، علشان تقدر توفر لي لا يقل عن 100 كلية في 2030. بالإضافة لكده الاتجاه حاليا إنه إحنا دلوقتي عندنا 30,000 طالب بس في التعليم التكنولوجي. إن شاء الله في 2030 متوقع إن هو يبقى 150,000 طالب، وطبعا ده هيوفر لي أيدي عاملة ماهرة ومدربة في كل المجالات اللي إحنا محتاجينها في الفترة الحالية إن شاء الله. طيب هل كلية التكنولوجيا والتنمية أصبحت موجودة في كل الجامعات حاليا، ولا لسه في جامعات ما أدرجتش فيها هذه الكلية؟ هقول لسعادتك، احنا عندنا جامعة الزقازيق كان من أوائل الجامعات اللي بدأت تفكر تشتغل في التعليم التكنولوجي في مصر، وكان بداية تحويل معهد الكفاءة الإنتاجية إلى كلية التكنولوجيا والتنمية. في بعض الجامعات عندها كليات تكنولوجية ولكن في تخصصات أخرى. احنا عندنا في كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق تخصصين اللي هم العلوم التكنولوجيا الزراعية، وعندنا تخصص التكنولوجيا العلوم المالية والإدارية. حتى احنا العام الماضي تقدمنا بطلب للجامعة لعمل برنامجين تكنولوجيين جداد، وهما برنامج تكنولوجيا المال الذكية. احنا شايفين دلوقتي التطور الحادث في تكنولوجيا استخدام الكروت الذكية والكلام ده كله، وبنقبض في الفيز وبنستخدمها بكل عمليات الشراء. فكنا مقدمين برنامج لتكنولوجيا المال الذكية للجامعة عشان تراجعوا وتبعتوا للقاهرة لأخذ الموافقات عليه. قدمنا برضو برنامج اللي هو تكنولوجيا إنتاج النباتات الطبية والعطرية، علشان برضو نخرج طالب يقدر يتعامل مع هذا الموضوع اللي هو حتى طلب، يعني العالم كله بيطلبه دلوقتي، بيطلب النباتات الطبية والعطرية استخدامها في العديد من الأدوية واستخدامها في العديد من الاستخدامات الأخرى. فبنجهز الطالب لهذا الموضوع. ولكن في بعض الجامعات عندها كليات تكنولوجية في حاجات تانية زي الطاقة متخصصة. إذا أنا أخدت كلام حضرتك، وانتوا لما عملتوا الكليه في جامعه الزقازيق بصيتوا على المجتمع وعلى البيئه المحيطه. مظبوط. يعني محافظه الشرقيه ما شاء الله مساحه زراعيه شاسعه كبيرة جدا. مظبوط. اهتمام جدا بالانتاج الداجيني والحيواني في هذه المحافظه، والزراعي طبعا ما يترتب على الزراعي انتاج اكيد هتلاقي مشروعات حيوانيه وداجنه في هذا المجال، باختلاف بقى ان كان نعام او غيره او ماعز او كده. بالاضافه الى عندك كتلتين صناعيتين، يعني مدينه العاشر من رمضان ومدينه الصالحيه، يعني اكبر قلعه صناعيه تعتبر في الشرق الاوسط فعلا. معاك مدينه الصالحيه الجديده، معاك ايضا هناك بعض المناطق الصناعيه في بعض المراكز. انتوا بصيتوا للمجتمع وبعد كده
واحتياجاته. ايوه، فربطنا التعليم بالاحتياجات اللي محتاجها المجتمع المحلي في هذه المنطقه. ده بالاضافه لكده كمان ان هو في توجه ان شاء الله ان احنا في برامج تانية اخرى بنعملها تواكب كل حتى الصناعات الحديثه الموجوده في منطقه العاشر من رمضان ومنطقه الصالحيه، بحيث ان احنا نغطي كل هذه المصانع واحتياجاتها من الطلبه او الخريجين اللي هم اللي بيبقوا ماهرين وعندهم تعامل مع التكنولوجيا. تمام. مدى استفادة طلبة كلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق من البيئة المحيطة يعني؟ جميل. قول لي بقى يعني ازاي قدرت تستفيد من المكان بتاعك؟ هقول لحضرتك، هضرب لك مثال قبل ما اقول لحضرتك ان الطلبه تستفيد قد ايه. احنا كنت في الصيف اللي فات ده في مكان ما، وبعدين قابلت احد الخريجين بتوعنا اللي خرجوا من الكليه من حوالي سنتين. فبقول له انت اخبارك ايه واشتغلت في ايه قال لي انا خلصت واشتغلت على طول في مركز للتنميه المستدامه. قلت له طب حلو قوي، هل الكليه افادتك؟ قال لي اقسم لي، قال لي والله ما عرفت قيمه الكليه لما جيت اشتغل، عرفت اللي انا اتدربته في الكليه واللي انا اتعلمته واللي انا رحته، انا بقيت احسن من زمايلي اللي جم يتعينوا معايا. زمايلي اللي متعينين معايا من كليات اخرى مناظره ما كانوش عندهم الخبره او التعامل مع الحاجه دي زي ما انا كان عندي الخبره. انا كنت بوريهم على الموبايل بتاعي الفيديوهات والصور اللي انا ايام الدراسه والتدريب ورحت المزارع والشركات واللي عملته بايدي، فبقيت اوريهم ادي انا خبرتي اهي. يعني الاله اللي انا داخل عليها دلوقتي مش غريبه عليا، انا عارفها بتشتغل ازاي وبتدور ازاي وبتعمل ايه ووظيفتها ايه داخل المصنع. اصبح دلوقتي هو ده اللي الراجل اللي عمال عاوزه، الراجل الصناعي عاوز واحد خريج يقدر ان هو يساعده، مش ان هو ياخده يعلمه من اول وجديد. وده اللي الدوله فعلا بدات تلتفت لهذه النقطه وتبدا ان هي تشتغل على هذا المجال، لان هو لازم اخرج طالب قادر يتعامل مع التكنولوجيا، عنده نوع من الخبره في المجال اللي هو هيشتغل فيه. احنا عندنا الطلبه، تعال هقول لحضرتك، لما بنيجي نعمل برزنتيشن للطلاب بعد نهايه فتره التدريب الميداني اللي هو خلال الفصل الدراسي الاول من المستوى الرابع، الطالب بيبقى جاي بثقه عاليه جدا جدا جدا. ساعات احيانا كثيره بيجي نواب رئيس الجامعه يحضروا العرض بتاع الطلاب، تخيل الطالب وهو واقف قدام نائب رئيس الجامعه وعمال يشرح بثقه عاليه تخليه يتعين في احسن الشركات. ولذلك عندنا معظم الطلبه يمكن اكثر من 90% بيشتغل مباشره بعد التخرج. انت واخد 3 شهور خبره اهو، اصبحت عندك معرفه ودرايه من غير المعلومات النظريه اللي عندك، لا ده انت جربت بايدك وصاحب الشركه شافك وانت بتشتغل وتابعك ال3 شهور وبعت لنا تقييم كمان. ما هو التقييم بتاع الطالب ده مش بيعتمد على البرزنتيشن اللي انت بتعمله والريبورت اللي بتقدمه، لا ده بيعتمد على الشركه اللي انت بتروح فيها كمان بتتدرب، بيبعت لنا تقرير عن مدى التزامك ومدى حضورك ومدى شغلك ومدى تعاملك مع الناس في المصنع والشركه. وبالتالي احنا بناخد طالب نقيمه من كل الوجوه، فبيبقى الطالب عاش البيئه وعاش الوضع اللي هو هيشوفه بعد ما يتخرج. يعني انت بعد ما تخرج الترم الثاني ان شاء الله هتروح تشتغل، انت الوضع انت شفت البيئه على الطبيعه، حضرت مواعيد الشغل، حضرتها ظروف الشغل، عايش في المكان، عشت في المكان في المشكلات في الانتاج، ازاي تحل مشكله، ازاي تعمل، ازاي حتى مهاره حل مشكلات. احنا بنديله مقرر عندنا نظري في الكليه مهاره حل مشكلات، بيروح هناك يقابل مشكلات في الصناعه. والدليل الطالبه اللي انا قلت سعادتك عليها انها حلت مشكله، تعينت على طول وهي طالبه. احنا السنه اللي فاتت انا جالي خطاب من مستشار وزير الزراعه شكر الطلبه في الكليه عندنا كانوا بيتدربوا على الGPS والحاجات دي كلها، كانوا حققوا نجاحات عاليه جدا جدا. الطلبه هم بيعرضوا بيقولوا لي الاماكن الاستصلاح اللي في مصر ممكن تعمل كذا، ممكن نسوي كذا. فالطالب عاد بينتج ويبتكر ويبدع نتيجه الشغل العمل اللي هو راح شافه واللي اتدرب عليه بايده. تمام. طيب مدى بقى استجابه اولياء الامور والطلبه والاقبال على الكليه او يعني الجزء المعين ده من تعليم التكنولوجيا يا دكتور خالد؟ على فكره الاتجاه دلوقتي لدى جمهور كتير جدا ان هم يشغلوا ولادهم في او يدخلوا ولادهم الاول كليات التكنولوجيا. هو يا دكتور خالد اي خريج دلوقتي او اي طالب في كليه بيحلم اول ما يتخرج يشتغل. تمام. كله بيدور على الوظائف. ما هو بيعلم، وكل واحد بيعلم ولاده عشان يلاقي شغل. بالظبط. تمام بالظبط. يعني تمام. اول حاجه بعد الكليه ان انا الاقي شغل.
وده موجود عندنا على فكره الحمد لله في التخصصات الموجوده عايز في اعرف بقى الكلية. مدى الاقبال والاستجابه من اولياء الامور والطلبه. احنا عندنا بالنسبه للتقدم للكليه في ناس كتير جدا بدات تيجي تطلب حتى تسال عن معلومات عن الكليه، بدات تسمع من ولادها، لان طبعا احنا عندنا الكليه يعتبر في تخصصها الوحيد على مستوى الجمهوريه، فبيجي لنا من محافظات كتيره طلاب يخشوا الكليه. تمام. احنا السنه دي كمان زاد عدد الطلاب داخل الكليه. احنا كنا بناخد السنه اللي فاتت في كل شعبه 350، السنه دي وصل 500 في كل شعبه، فاصبح ناخد 1000. تمام. طيب ده معناه ايه؟ معناها ان بدات الناس تنتبه لاهميه الكليات التكنولوجيه واهميه الجامعات التكنولوجيه، فانه بعد ما يخلص هيلاقي فرصه عمل. احنا عندنا طلبه خلصت واخواتها جم حصلوهم في الكليه بعد ما خلصوا، لما لقى نفسه اشتغل ولما لقى فرصه عمل ولما لقى ان هو ممكن مجاله يبقى افضل بكثير من اقران له في بعض الكليات الاخرى، فبدا يبقى فيه اقبال اكتر على الكليه والاهتمام بالتعليم التكنولوجي كمان. تعالى ده انت في حضرتك كمان المجالات كمان حتى اللي بدات حتى الدوله توفرها لخريج الكليات دي، زي الاطراف الصناعيه، زي الميكاترونكس، زي الصناعات الغذائيه، زي السياحه والفندقه، الصناعات الطبيه. خلت الناس كتير بدات تنجذب لهذه النوعيه من الاعمال. يقول لك طب انا اروح اقدر الاقي شغل وفرصه احسن وفرصه اسرع كمان ان انا الاقي شغل وجوه بلدي، بدل ما انا اقعد ادور بره بلدي على فرصه، لا ما موجود جوه بلدي فرصه. وبالتالي ده ساهم في حد كبير جدا في زياده الاقبال على الكليات دي. دكتور خالد محروس، يعني احنا سعداء بالحديث مع حضرتك والكلام على التعليم التكنولوجي واهميته في المرحله الحاليه والمستقبل ايضا، ودوره العظيم في التنميه المستدامه في مصرنا الحبيبه. مستمرين مع حضرتك ولكن بعد الفاصل ناخد فاصل ونرجع ليك مره ثانيه. مشاهدينا الكرام من اجل مصر فاصل ونرجع ليكم مره ثانيه لاستكمال حلقتنا من اجل مصر. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة تضحكك من القلب، وحمص الشام عالكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، واقعد وغمس هنا على جنب، راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط، وفي الستاي بقى قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد، وهي دي مصر اللي بجد.
ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام من أجل مصر، وكلامنا عن التعليم التكنولوجي مع الأستاذ الدكتور خالد محمد محروس، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والداجيني بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، وأستاذ رعاية الدواجن والنعام، والعميد السابق لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق. دكتور خالد، يعني دور بقى التعليم التكنولوجي في حاجة زي تربية الدواجن والنعام والحاجات اللي هي لمسة كل الجميلة اللي لمسة كل بيت، اللي كل بيت بيدور عليها وبيحتاج لها. تمام. هقول لسعادتك احنا من ضمن الحاجات التطبيقية اللي الطالب بيتعلمها، احنا قلنا الترم الاولاني في الفصل الدراسي الاول في المستوى الرابع سنة رابعة يعني بيروح مزارع ومصانع. بنجيبه بقى الترم الثاني في حاجة اسمها مشروع تخرج. مشروع تخرج الطالب يعمل لنا مشروع بقى. انت اتدربت. احنا على فكره كمان ده في بعد المستوى الثاني تدريب عمل صيفي، وبعد المستوى الثالث كمان تدريب صيفي. هشوف بقى 3 انواع من التدريب، لكن التدريب الميداني بيبقى عليه متابعه اكتر كمان لانه بيعتبر بمثابه 4 مواد. طب تعالى بقى الترم الثاني بقى، قول لنا بقى انت استفدت ايه من ال4 سنين دول؟ هل ده هينعكس عليك في الانتاج في التربيه؟ فبناخد الطالب في الترم الثاني عندنا في قسم الانتاج الحيواني والداجيني، بنعلمه ازاي يعمل تجارب بحثيه وازاي يعمل مشروع. لانه حتى من ضمن المواد في ماده اسمها اداره مشروعات صغيره في مجال التخصص حسب تخصصه بقى، الاغذيه، الانتاج حيواني، وهكذا. كل واحد حسب تخصصه في ماده اسمها انتاج المشروعات الصغيره. طيب انت ازاي تعمل لنفسك مشروع؟ ازاي تربي؟ فبنخلي الطالب يخش الاماكن، عندنا طبعا نماذج تعليميه بيخش الطالب يربي فيها، ومنها يعمل بحث، يتعلم يشتغل في فريق، ازاي تشتغل مع زمايلك في فريق، ازاي انك انت تنتج بحث وتفكر تفكير علمي سليم، عندك مشكله ازاي تحلها. فبيتعلم الطالب مهارات متعدده، مهارات عمليه. وبالتالي بنخرج طالب بقى يقدر ان هو يعمل لنفسه مشروع، يعتمد على نفسه. انا اتعلمت في الشركات وجيت عملت لنفسي مشروع في الترم الثاني في الكليه. احنا بنوفر لك المكان وبنساعدك ببعض التحاليل وبنساعدك ببعض الحاجات. طب انت بقى تقدر تعمل لنفسك ايه؟ ففي الطلاب بيشتغلوا مثلا على طائر السمان، في بيشتغل على الارانب، في بيشتغل على الفراخ، بياخدوها كنماذج بحثيه، يتدرب على التربيه والتعامل مع الطير ازاي، ويتعامل مع الحيوان ازاي، وازاي يبقى في ألفة بينك وما بين الحيوان، وازاي توفر له احتياجاته وتوفر البيئه المثلى قدر الامكان في المكان دوت للحيوان، وبالتالي تتعلم توفرها له لما تعمل مشروعك بره. فبالتالي دكتور خالد، دي افاده كبيره. يعني في ناس بتدخل على المشروعات بنظام تقليدي، ان مثلا والدتي كان بتربي، والدي كان بربي، فانا هروح اربي زي ما كان جوه بربي. ما اعرفش بقى التغيرات الجديده، ما اعرفش حتى الامراض اللي موجوده في الجو ايه، اللي غير الامراض ده اكيد السنه دي غير من 5-6 سنين فاتت. مظبوط. لذلك تلاقي تنوع وابتكارات في اللقاحات الجديده. مظبوط. عشان تواجه الميكروبات الجديده او الامراض الجديده. ففي فرق بين المربي التقليدي والمربي الاكاديمي اللي حضرتك بتتكلم عليه. انا كده هو بقى مش بتعلم مربي اكاديمي بعد اذن سعادتك، اسمه مربي تكنولوجي بقى. خلاص انت تكنولوجي. عرفت خلاص بقى. ده انا بتعلم ببلاش. ايوه. وتجاربي كلها ببلاش من غير خسائر. لا بالك التاني بيتعلم وبيخسر. ايوه مظبوط. فانت انت كده، ده انت عندك يعني حاجه هامه جدا في هذه الكليه. ما هو الطالب دلوقتي انت لما بتعلمه بتديله معلومه ازاي يكون عليقه. طب تعالى بقى طبقها بقى، تعالى اعمل عليقه بنفسك بقى، قول لي هتعمل ايه. واحنا طبعا معاك كمشرفين في الاعضاء التدريس والهيئه المعاونه بنشرف عليهم عشان يتعلم امتى لو حتى حصل غلطه يبدا يصلحها، لو حصل حاجه في التربيه يبدا يصلحها. وبالتالي الطالب بيبقى واقف على بيزك صلب وارض صلبه. لما بيجي يخرج بره حضرتك زي ما قلت كده، لو قارن بالتربيه التقليديه او المعارف اللي كان والده او والدته كان بيعملها وبالمقارنه بيه، لا هو طبعا هيبقى في صالحه افضل. وده واضح كمان حتى في الشغل. لما يجي الطالب بيروح يشتغل في مزارع، انا اتدربت 3 شهور في كليه التكنولوجيا والتنميه، عملت مشروع تخرج بنفسي في مجال مثلا الارانب، في مجال الفراخ التسمين. فاصبح عنده قدره على ان هو يتعامل مع المنتج ده بره في السوق وبكفاءه عاليه وبانتاج عالي. وده اللي الدوله محتاجه الفتره دي. احنا عاوزين الخريج عنده مهاره في التعامل مع الحاجه اللي هيشتغل فيها، مهاره اللي هو حاجه يعملها بايده، مش معرفه نظريه في مخه بس. لا، ده احنا محتاجين ازاي يقدر ينفذ التكنولوجيا دي ويطور المنتج باستخدام التكنولوجيا. تمام.
مدى استفادة الطالب من البيئة، لو مثلا أنا مربي دواجن، مربي في ثروة حيوانية، مربي في نعام، البيئة في محافظة الشرقية فادتك ازاي برضو؟ يعني هناك في الصناعة قلنا بيستفيد من المصانع، برضو الزراعة أو المشروعات اللي هي ملحقة بالتنمية الزراعية. الحقيقة لما الطالب بيروح الأماكن اللي هي بتاعت الشركات ويتدرب فيها فبيكتسب خبرات كتيرة، منها التواجد في بيئة العمل الحقلية الفعلية والظروف اللي بيبقى اتعرض بها لها النبات، فبيبدأ يتابع على مدار الوقت، سواء في نهاية الصيف في بداية الشتاء، بيتعامل مع التغيرات الجوية الموجودة في المنطقة، بيتعامل مع الشركات والموردين للشركات وموردين الحبوب وموردين الأعلاف وموردين السلالات، فبالتالي بيقدر يعرف اماكن كتيره، مصادر كتيره يقدر يحصل منها على المنتجات لو عاوز انه يربي لوحده. كمان بيعرف اهم المشكلات اللي بتواجهه، ما هو البيئه دي فيها مشكلات معينه، اهمها ايه؟ طب انا احلها ازاي؟ اتغلب عليها ازاي؟ انا قاعد في المنطقه الفلانيه، طب انا عاوز اشتغل في المنطقه الفلانيه، اوفق ازاي ما بين المكان اللي انا قاعد فيه والمكان اللي انا حابب اربي فيه؟ دي كلها حاجات الطالب بيتعلم ازاي يتعامل معاها. لما بنيجي نودي الطالب مثلا منطقه العاشر من رمضان وهو عايش في منطقه بعيده في الشرقيه، مثلا في الحسينيه، في اي مكان، طب انا رايح المكان ده، طب هتغلب على المواصلات ازاي؟ هتغلب؟ دي كلها عوامل بيقدر يستفيد بيها الطالب من البيئه المحيطه، بيقدر يشوف العقبات الموجوده في بيئته. يبدا هنا الطالب يفكر ازاي انا احسن من البيئه بتاعتي، ازاي انا استفيد من الحاجه الموجوده بتاعتي واطور الانتاج بتاعي. تمام. دكتور خالد، يعني الاسم لوحده، اسم كلية التكنولوجيا، ده بيخلي عليكم مسؤولية كبيرة يعني حمل كبير في ان انت تطور. يعني في بعض الكليات تخصصات معينة، مثلا قسم التاريخ ما بيتغيرش، بتقراه بيبيح احداث بتحصل وبتتسجل، تمام، ما مظبوط. بتتغيرش. يعني تاريخنا سنة 52 معروف كان فيه ايه، تمام. سنة 73 معروف كان فيه ايه، تمام. ده التاريخ. 2013 في ايه؟ 2013 في ايه، تمام. يعني ده التاريخ كده، حاجات ثابته. تمام. هناك يعني كليه التكنولوجيا من ضمن الحاجات او التخصصات المتغيره اللي فيها ابتكارات جديده، فيها تحديات جديده، فيها كل يوم جديد. ازاي انتوا بقى كهيئه تدريس بتواكبوا التغيرات دي عشان تخلي الطالب دايما على الريفريش الجاهز، التحديث المباشر لهذه التحديات؟ الكليه والله التدريس بيعملوا ابحاث وبيعملوا رسائل ماجستير ودكتوراه، فبالتالي بيحصلوا تمام. على نتائج جديده، وكمان بيتعاملوا مع المجتمع الدولي. عندنا مصر موفره حاجه جميله جدا ودايما بتباهى فيها في كل مكان، هي بنك المعرفه المصري. يعني انا قاعد في بيتي على الموبايل اهوت او على اللاب، معايا احدث المعلومات في مجالي، فبالتالي انا بقدر اطور المناهج بتاعتي والمعلومات الوارده فيها، بقدر ان انا اطور سبل التعليم والتعلم، وسائل التعليم والتعلم. المشاريع اللي الطالب بيعملها، ما هو برضه لازم يطلع على احدث الابحاث عشان يقدر والله احنا كنا بنحل بالطريقه الفلانيه، أيوة، طب هنجرب الطريقه الله ينور على الفلانيه. حضرتك. اصبح في دلوقتي تطور وتغير، بقى هنا لازم ان انا اواكب الكلام ده كله بتغيير المناهج باستمرار وتطويرها. ليس المقصود ان انا اغيرها 100%، بس على الاقل يبقى في تحديث. تحديث كل سنه مباشر. 10% 20% بيبقى في دايما تطوير، بحيث ان الطالب المرحله دي غير الطالب اللي هو من 4-5 سنوات. وبالتالي هنا لما باخد الطالب معايا وبعلمه بشكل عملي، اذا انا هنا بعوده على الطرق الجديده، الطرق الحديثه. ممكن احنا نعمل مقارنه بين طرق قديمه شويه وطرق حديثه عشان اخلي الطالب عارف الفرق. اذا انت لما تخرج بره، انت جربت دي وجربت دي، اذا لابد تاخد بالك دي مساوئها ايه وميزاتها ايه ونقط القوه والضعف فيها ايه، ودي نقاط القوه والضعف فيها ايه. وبالتالي الطالب بقى اصبح حطيته على اول الطريق، يلا بقى ابحث ودور، خش على بنك المعرفه دور، ابدا انك انت اتعلم، ابدا انك انت جرب افكار جديده، الوسائل الجديده طبقها بحيث انك انت تحصل على اعلى انتاجيه ممكنه. تمام. اذا التعليم عندكم قابل للتطوير واضافه تخصصات جديده. بالضبط فعلا. تمام. يعني احنا كل فتره بنحدث المعلومات اللي احنا بنديها للطلاب عن طريق الابحاث الجديده اللي بنعملها. عندنا طبعا الهيئه المعاونه بتاخد ماجستير ودكتوراه، بعد كده بيبدا يتدرج في الترقيات استاذ مساعد واستاذ، فبالتالي دايما بيقدم ابحاث جديده. فدايما على طول بنحدث المعلومات الوارده في المناهج بالحاجات اللي احنا بنحصل عليها في الابحاث. بالاضافه لكده الطالب لما بيروح يشتغل في مصانع فبياخد معلومه برضو من بيئه العمل، وبيجي لنا في الترم الثاني بندمج الاثنين مع بعض، ابحاث معلومات مع التدريب اللي هو خده. هنا بطلع بقى فكر الطالب، فكر مدمج، فكر جديد.
غير الفكر اللي كان موجود قبل كده. تمام. ايه المهارات المطلوبه بقى عشان انا يعني يتم التحاقي بهذه الكليه العظيمه؟ هو احنا الحقيقه الكليه عندنا بتاخد خريج الثانويه العامه، مم. وبناخد خريج الدبلومات الفنيه الزراعيه والدبلومات التجاريه، وكمان المعاهد الفنيه كمان التجاريه والزراعيه بناخد منهم نسبه كمان عندنا في الكليه، بيبدا يلتحق من سنه تانية في الكليه. بنبدا الحقيقه هو بيجي لنا بالمعارف اللي هو خدها في المدارس الثانويه سواء العامه او الدبلومات، لكن عندنا بقى بنبدا نديله بقى، احنا عندنا الجديد بقى خاص بالتدريب العملي وجديد في المعلومات الحديثه، اللي هو بيبقى احد منتجيها على فكره. يعني احنا حتى الطلاب اللي هم بيشتغلوا معانا في الابحاث، احنا بننشر الابحاث دي على فكره وهم اساميهم موجوده معانا. تمام. فاصبح الطالب مساهم في المعرفه، هو بس مش مجرد ان هو بيطبق، لا ده كمان ده هو اصبح مساهم في المعرفه الحديثه اللي غيره هياخدها بعد كده، هو اصبح منتج ومساهم فيها. فالطالب احنا بناخده بنعلمه مهارات حل المشكلات، بنعلمه مهارات التفكير العلمي، عندنا في ماده خاصه بالتفكير العلمي والبحث العلمي، عندنا في اداره المشروعات، عندنا تطبيقات التكنولوجيا والاي تي في التعليم، فبندي الطالب ازاي يستخدم احدث البرامج التكنولوجيه والكمبيوتر في الدراسه وفي البحث وفي التحليل الاحصائي. فبالتالي الطالب بيبقى عنده فكر جديد تماما، وعنده فكر مغاير تماما لكل زميل. حتى يعني انا دلوقتي لو انا السنه الطالب اللي طلعته السنه دي اصبح بينتج معلومه وفكر، فبيديها للزميل اللي بعد كده كمان، هو بيساهم فيها، لانك انت عملت تجربه ونشرت هذه الابحاث، زميلك اللي جاي بعد كده هيستفيد بهذه الابحاث ويبدا يحدث فيها ويطور فيها. تمام. شفنا اهتمام الدولة في الآونة الأخيرة أيضا بالتعليم الفني وتطوير التعليم الفني نظرا لاحتياجات سوق العمل سواء كان داخلي أو خارجي، والتغيرات أيضا بتحدث في العالم. لما بيقعد قدامك 2 طلبة، واحد ثانوية عامة وواحد تعليم فني، بتعرفوا من بعض يا دكتور خالد؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا بنعرف الفرق، لانه الطالب اللي هو التعليم الفني بيبقى دايما مهاراته بتبقى هي المميزه له، عكس الطالب التعليم العام دايما المعلومات والمعارف هي المميزه له. الطالب التعليم الفني اصبح دلوقتي حتى في تطوير لها، يعني احنا شفنا دلوقتي من قريب سياده الرئيس كان قاعد مع الوفد الياباني خاص بالمدارس اليابانيه بالظبط، شفنا اتجاه الدوله لعمل 200 مدرسه تطبيقيه، شفنا المدارس اللي هي تعلم الزواج. فهنا الطالب بقى هنا لا، طالب بيعرف يحل مشكله وعنده مهاره في المعلومه اللي هو خدها، عارف ازاي يطبقها، ازاي ان هو يطور المنتج باستخدام التكنولوجيا. اما الطالب اللي هو الثانويه العامه فهو عنده مهاره، عنده معارف كتيره يقدر ان هو يستخدمها لتطوير المنتج، الثاني ياخدها منه عشان يطور التكنولوجيا اللي بتنتج هذا المنتج. تمام. يعني اذا برضو التعليم الفني بيدخل بقوه في اكيد وكلها مسارات بتكمل بعض في الاخر، ان انا عاوز في النهايه احصل على منتج بايد ابناء مصر ومن اجل مصر. طيب من اجل مصر. طب رؤيه الدوله بقى للتعليم التكنولوجي يا دكتور خالد، شايف هل هي رؤيه كافيه ولا محتاجين توسع اكتر ومحتاجين يعني اهتمام اكتر في الفتره اللي جايه؟ الدولة الحقيقة الفترة دي زي ما قلت لسعادتك، احنا دلوقتي الدولة عاملة 14 جامعة تكنولوجية، وفي بتدخل معاها القطاع الخاص عشان يبقى شريك أساسي في عمليات التنمية، والاتجاه لحد 2030 ان احنا يبقى عندنا 28 جامعة تكنولوجية. احنا السنة دي كمان كلها كام شهر على عام الدراسي الجديد، فاحنا هيبقى في حوالي 5-6 جامعات تكنولوجية كمان جداد اتفتحوا. فده توجه من الدولة، لان ده طبعا محتاج استثمارات عالية جدا، سواء في البنية التحتية، سواء في توفير المعامل، سواء في توفير الورش، سواء في توقيع اتفاقيات مع الجامعات والدول الأجنبية. يعني بمناسبة الاتفاقيات، احنا الحمد لله نجحنا في كلية التكنولوجيا والتنمية ان احنا في فترة العمادة ان احنا نعمل 2 بروتوكول تعاون دولي مع جامعات أجنبية متقدمة، مع أحد الجامعات الأمريكية مصنفة من أحسن جامعات على مستوى العالم، جامعة صينية من أفضل 5% جامعات في العالم، جامعة زراعية اتعاملنا معاها بروتوكول تعاون، الحمد لله اتخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليها. وده طبعا هيساهم في التدريب للطالب، لأن احنا عندنا في برنامج الكلية مقدماه وحاليا في طور الانتهاء منه بالنسبة للموافقات على مستوى الدولة، وهو برنامج البايو تكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع الخلية الحية.
هيفيدنا التعاون مع الجامعه الامريكيه في ان احنا ندرب الطلاب البايوتكنولوجي على احدث المعارف واحدث العلوم واحدث المهارات في هذا المجال. الجامعه الصينيه كمان هيفيدنا في ان احنا نقدر ندرب طلابنا او نسافرهم ياخدوا درجات علميه كمان في التخصصات الزراعيه. فهو الحقيقه الدوله دلوقتي بتبذل مجهودات كبيره في ان هي توفر بنيه تحتيه، بتوفر جامعات، بتوفر مناهج، بتوفر اكاديميين وتكنولوجيين يقدروا يتعاملوا مع المناهج الخاصه بالتعليم التكنولوجي. في استثمارات ضخمه جدا جدا، زي ما قلت لسعادتك مستهدف ان انا اخرج 150 الف طالب في حلول 2030 هيكون عندي 28 جامعه تكنولوجيه بجوده تعليم. دي نقطه برضو مهمه لازم ان احنا نشير اليها، انه حاليا الدوله مهتمه بجوده التعليم، وعندنا الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد. والحمد لله ان احنا عندنا برنامج في الكليه تم اعتماده مؤخرا، هو برنامج نظم المعلومات المحاسبيه والكميه، ما عادش بقى نظام الدفاتر العاديه، لا عاد بقى كله نظم الكترونيه. فاحنا الحمد لله بنتشرف ان احنا اول كليه في مصر فيها التخصص دوت يحصل على الاعتماد بالمقارنه بكليات المناظره الاخرى. فالحمد لله يعني التوجه بتاع الدوله توجه محمود وتوجه جميل جدا، وان شاء الله متوقعين كمان المزيد الفتره الجايه باذن الله. باذن الله. طيب تقولي بقى لاولياء الامور اخر حاجه تقول لهم ايه لو عنده ابنه عنده مهاره في صناعه معينه او في حرفه معينه، تقول له ينميها ازاي يعني يا دكتور خالد؟ رساله لاولياء الامور. الحقيقه انه رجاء لاولادنا واهالينا كلنا ان احنا نحاول نفكر في التعليم التكنولوجي اكثر. العمليه مش عمليه ان انا لازم يكون ابني خريج كليه قمه وخلاص، لا ده انا عندي في كليات اخرى ممكن حتى ابني يخش يطور مهاراته بشكل اكتر ويقدر الشركات تتهافت عليه. احنا بنشوف دلوقتي المعارض اللي مصر بتعملها اليومين دول خاصه برياده الاعمال وخاصه بالابتكار، وشفنا اليومين اللي فاتوا رئيس الوزراء افتتح بعض الحاجات دي. شوف الطلب على الشباب عامل ازاي، وشوف الشباب الجميل وهو بينتج وهو بيبتكر في كل التخصصات عامل ازاي. فانت بتدور على فرصه لابنك عشان يشتغل، مش بتدور عشان يتقال له الفلاني او فلان، لا بتدور عشان يشتغل وعشان زي ما يبني قلنا حياه. الطالب عايز يتخرج تاني يوم يشتغل. ايوه، فطالما ان في باب اتفتح لك لخير وانك انت تنمي مهارات ابنك ويتعلم احدث العلوم، يلا وديه واطمن لمستقبله فيما بعد، لان هو ده اللي جاي. شفنا الطالبه اللي حضرتك بتقول عليها نموذج اهو. طالبه ده عندنا نماذج كتير يعني. ده عندي طالب كان موجود في مايكروسوفت، طالب في الكليه كان موجود شغال في مايكروسوفت. عندي طلبه كتير، كان عندي طالب شغال في الاخراج دلوقتي يعني. انا عندنا طلبه كتير عندها مهارات وعندها حاجات كتيره جدا. احنا كنا الحمد لله يعني بنحاول ننمي هذه المهارات في الكليه. في عندنا مسابقات كمان جوه الجامعات وجوه كليه التكنولوجيا، بيبقى في مسابقات وانشطه للطلاب بيبداوا فيها وبيظهروا فيها مهاراتهم، وده كمان واضح فيه كمان بعض الحاجات اللي الدوله بتعملها. وعندنا جامعه الزقازيق واخده جايزه دلوقتي على مستوى الدوله في حاجات كتيره جدا، انشطه الجامعه بتعملها. فالحقيقه المستقبل كله للتعليم التكنولوجي. بنحيي سياده الرئيس انه دخل بقلب جامد وبقوه في هذا المجال، ان هو يقتحمه عشان يخرج خريجين يقدروا يشيلوا المشروعات القوميه اللي سيادته بدأها في مصر. جميل. استاذ الدكتور خالد محمد محروس، رئيس قسم الانتاج الحيواني والدجيني بكليه التكنولوجيا والتنميه جامعه الزقازيق، واستاذ رعايه الدواجن والنعام والعميد السابق للكليه، بنشكر حضرتك وبنقول لك نورتنا من اجل مصر. كل سنه وحضرتك طيب، واعياد مصر ان شاء الله مستمره باذن الله، وافراحها مستمره باذن الله بشعبها الطيب المخلص. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل فريق العمل اللي شغال مع سعادتك، وشكرا لمشاهدينا الكرام. كل سنه ومصر كلها بخير، كل سنه واحنا دايما في خير، كل سنه دايما واحنا في افراح يا رب. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، كانت حلقتنا النهارده من اجل مصر. في الختام احب اقول دام الله الخير عليكم، دام الله الخير على مصر.